ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور، اكتب لي لبن صناعي حالا. اكتب لي لبن صناعي ليه؟ اللبن اختفى، اللبن راح. خير ياما خير، ما انا ما قلتلكش انا مريض OCD وبقالي سنتين ما باخدش علاج. طب ليه ما بقالنا سنتين ما باخدش علاج؟ اللي حصل بقى يا دكتور، حصل مفيش لبن خالص. طب يا جماعه قلنا الفيديو ده كذا مره، كلنا مرضى نفسيون، مفيش مشكله. عندك اي مرض نفسي، الرضاعه او دخول الجيش بالنسبه للولاد او اي حاجه جديده، اي ستريس بيزود من احتمال المرض النفسي. هيجيلك اتاك. الامراض النفسيه بتبقى فوق وتحت، ريميشن اكسسربيشن. خلاص لما نعرض للستريس تقوم واخده اتاك. هي كانت خلاص وبترضع وامورها كويسه، وعلى فكره هي في المجال الطبي كمان، مره واحده جالها الاتاك بتاع الOCD، بتفكر كتير مش عارفه تعمل ايه. طبعا اللبن ضد اي ستريس وضد اي قلق، تلاقي اللبن على طول قل، لان كمان التغذيه بتقل للام. فللاسف يعني قلت لها طبعا لازم تروح تتابع مع الدكتور النفسي، ومفيش مشكله لو اللبن قل، ممكن ساعتها نلجا للصناعي، لان هي طول ما هي هنا مش مظبوط هنا مش هيبقى مظبوط.